هقول لكم بقى تاكلوا ايه ب 100 جنيه لو انتوا جايين تصيفوا في اسكندريه، بالذات خالد بن الوليد. تاكل شاورما عادي ولا ايه؟ انا بقى اقول لك لو معاك في رينج ال 100 جنيه تاكل ايه من خالد بن الوليد. هتطلع بقى على مطعم نور الشام اللي في شارع بن مسلم، تختار من عنده الوجبه اللي انت عايزها. انا لقيت عنده وجبات باسعار غريبه، فجبت من عنده اغلى وجبه اللي هي عامله 75 جنيه، دي وجبه كريز. ده اول مكان ممكن تاكل من عنده. تاني مكان بقى وهو اشهرهم وهو عروس المكان ده، كل الاسكندرانيه واللي مش اسكندرانيه برضه عارفين. طلبنا من عنده سندوتش شاورما صاروخ كان سعره 110 جنيه. استنينا في قسم الشاورما لحد ما اخدنا الاوردر. تالت مكان بقى واللي هو مشهور قوي هناك وهو كشري التحرير. بصينا عنده في المنيو وجبنا اغلى طبق كشري من عنده كان سعره 65 جنيه بالظبط، 57 و8 جنيه ضريبه 14%. اخدنا بقى كل الاوردرات دي وعدينا النفق عشان نطلع على الناحيه الثانيه على البحر ونجرب بقى كل الاكل. اللي يعرف بقى ده كوبري ايه يكتب في الكومنتات، مع العلم ان ده مش كوبري ستانلي. الكوبري ده موجود في حته كلها زحمه وحته كلنا عارفين، محدش بس يفتكر ان هو ذكي ويكتب لي مياه. وقطعنا بقى تذكرتين دخول الشاطئ كان سعر الواحده 25. عامه في اليومين دول الدنيا بتبقى هاديه، ما بتبقاش زحمه قوي شبه الصيف. الشاطئ كان هادي قوي الصراحه، احنا كنا بالظبط الساعه 2 وكانت الدنيا رايقه قوي والجو الصراحه تحفه للتصوير. احنا جبنا بقى دلوقتي 3 وجبات من 3 مطاعم مختلفين ما يتخطوش ال 100 جنيه. احنا جبنا كشري ووجبه كريسبي وشاورما فراخ. تعالوا نبدا اول حاجه بالكشري عشان بيتهيألي دي اكتر حاجه هتبرد واسرع حاجه هتبرد. خلينا على جنب. احنا جبنا علبه كشري اسمها كينج التحرير، دي اكبر علبه كشري عند التحرير. ده بقى شكل علبه الكشري وحجمها ضخم. معاها بقى الصلصه بره وكيس شطه، كيسين شطه، وده بصل، كيس بصل، والدقه برده كيسين دقه، وتاني انا مش عارف الصراحه ايه الفرق بين البصل ده والبصل التاني، بس يا ريت اللي يعرف يكتب لنا في الكومنتات. احنا هنشوف. تنزل بقى كده بالصلصه على طبق الكشري ده، الصراحه انا شايف ان حجمه كبير قوي. بعدها بقى تنزل بالدقه اللي انت عايزها. كل حاجه كانت جايه سخنه الصراحه، دي حاجه عجبتني. الصلصه بس اللي حسيتها كانت عايزه تكتر شويه. يا معاك كيسين شطه، مش هنحط الشطه لان انا ما بحبهاش اصلا، بحبها كده عاديه. تعالوا نحط البصل حاسسها قليله قوي على الحجم ده، وده اكبر طبق كشري عندنا. كيس البصل صغير، فانت لو بتحب تعزز الطعم قوي سواء كان في البصل او في الحمص او في اي حاجه فانت هتعمل اضافه. الاثنين مكتوب عليهم بصل محمر. احنا كده بقى نقلب كده كله في بعضه شويه كده. بعد كده بقى هتطلع معلقه فيها كل حاجه من علبه الكشري دي. انا على طول باكل من كشري التحرير اللي في خالد بن الوليد اللي في الصاله، بس الصراحه الاكل ما بيطلعش كده. بس الصلصه عايزه تزيد، الصلصه مع الدقه. الصلصه حلوه قوي هي والدقه جامدين قوي. اول مره اكل من عندهم واحس ان طعم الكشري حلو قوي كده، على طول كان بالنسبه لي عادي. ظابطين المكرونه مش معجنه وكل حاجه طالعه لك سخنه، وتسبيكه الصلصه عالميه. فردين برضه مش فرد واحد. كان في فردين. انا شايف ان انا ما اقدرش، انت شايف ان انا ما اقدرش اكل لوحدي. كده كانت اول وجبه عامله 65 جنيه. دي وجبه الكشري من التحرير. تعالوا نخش على تاني وجبه وهي وجبه كريسبي، 4 قطع كريسبي 75 جنيه من نور الشام. طبعا نشوف الوجبه دي عباره عن ايه. صراحه انا شايف ان الوجبه دي موفره جدا. الهواء قوي قوي بيطير كل حاجه. عامه بقى الوجبه دي انا هسميها وجبه الشوفه كده. الوجبه دي عباره عن ايه؟ زي الوجبه دي كلها ب 75 جنيه. تعالوا بس شوفوا الوجبه دي اصلا. طبعا باكجنج مش موجود. 300 و300 سبايسي و300 عاديه ومخلل. العيش بقى يا جماعه، عيش كده. العيش ده حاسه اتبهدل برضه، نشيله كده على جنب. بصوا بقى فيها 4 قطع كريسبي واثنين كبار واثنين صغيرين وسبايسي ودول عاديين، ورز بسمتي مفروش من تحتهم وبطاطس. هنبدا اول حاجه بالكريسبي. انا عايز اعرف الوجبه دي كلها ازاي ب 75 جنيه. بصوا كده حجم الكريسبي من جوه. بصوا هو الكريسبي مش احسن حاجه، هو عامه ده كريسبي الشركات اللي هو الكريسبي المجمد ده، لكن على سعره فهو حلو جدا طبعا. على سعره ان انت تشتري وجبه فيها 4 قطع كريسبي ورز بسمتي وبطاطس وعيش وتوميه سبايسي ومخلل وكل ده ب 75 جنيه، فبجد يعني اسعار غريبه. بصوا احنا هنا مش بنقيم الاكل، احنا هنا بنعرض بس الوجبات على سعرها. الصراحه الوجبه دي تحفه. يعني بالبهار كويس، مستوي كويس، مش معجن. الوجبه هو اللي هي اعلى سعر دي عامله 110 جنيه. تبقى عباره عن شاورما وبيجي معاه توميه عاديه وتوميه سبايسي ومخلل كتير. السندوتش ده عامل 110 جنيه. ده سندوتش شاورما نص متر فراخ. بصوا حجمه اصلا المفروض يكون ده سندوتش شاورما. الصراحه انا مش عارف هو الاوردر ده بيطلع معاه كل التوميه والمخلل دول ولا هم كانوا عارفيني فتوصوا بالاوردر. توميه سبايسي عاديه مخلل، وتوميه عاديه ثانيه، وتوميه. دي بقى تالت وجبه ممكن تاكلها بال 100 جنيه، ودي انسب وجبه وشايفها اكتر وجبه مشبعه. هي مش ب 100 جنيه، 100 جنيه هي ب 110، بس يعني تعتبر في رينج ال 100 جنيه. ساندوتش شاورما سوري 50 سم. ساندوتش الصراحه يكفي اكتر من ده. انا شايفه انسب حاجه ممكن تجيبها بال 100 جنيه بجد. ساندوتش بجد عملاق. تتبيله الفراخ حلوه الصراحه وكميتها كتير مش قليله. كان جربوه بالتوميه السبايسي. التوميه السبايسي ما حسيتهاش احسن حاجه. جربوها بالتوميه العاديه. التوميه العاديه حلوه الصراحه. انا شايف الساندوتش ده تحفه. هو بياكل شاورما ولا ايه؟ والنسناس ده بقى شاف الاكل اتسرع بجد. دي اول مره اعرف فيها ان النسناس بياكل شاورما. بس ازاي باكل شاورما؟ بس كده بقى يا جماعه، استناكم تكتبوا لي اكتر اماكن بتاكلوا فيها، جربها المره اللي جايه. كان معاكم جو ناصر، سلام.